بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يقول الأنبا غريغوريوس النزيانزي، يقول كده شوية كلمات حلوة قوي، يعمل مقارنة ما بين حالنا قبل الصليب وما بين حالنا بعد القيامة، وهو بيتكلم على عيد القيامة. فيقول كده: أنا قبل الصليب كنت ميت، وبعد القيامة بقيت حي. أنا كنت قبل الصليب محكوم عليا بالهلاك، لكن أنا النهاردة ممجد مع المسيح القائم. علشان كده القصة مش قصة إن احنا نقدم هدايا لبعض في الأعياد، لكن نفهم موت المسيح وقيامته عملوا فينا ولينا إيه. عملوا عملية تحويل، وعلشان كده ما تهتمش انك تقدم هدايا للناس في العيد، لكن قدم هدية واحدة للمسيح، انك فعلا تكون صورته. يعني مطلوب من كل انسان ان يعكس النور بتاع القيامة في كل اللي حواليه، علشان تبقى مميز. مميز مش من باب مدح الناس ليك ولا من باب كبرياء القلب، لكن مميز بمعنى انك انت لما تكون شايل سمة المسيح القائم المنتصر بتدي بهجة وبتدي فرح وبتدي رجاء، وانت بتقول المسيح قام بالحقيقة قام. الناس عايزة تشوف فيك مسيح قائم، مش عايزة تشوف فيك انسان مهزوم من الخطية او من ضغوط العالم. يلا شد حيلك، انت بقيت ممجد في شخص المسيح القائم. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.